اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج مصر المستقبل. زي ما عودنا حضراتكم في حلقاتنا ان احنا بنلقي الضوء على المشاريع اللي بتخص الباحثين والشباب والعلماء وكمان من صغار السن. بيهمنا ان احنا نعرض افكارهم والمشاريع اللي بيقوموا بتنفيذها. في حلقه النهارده بيسعدنا يكون معانا المهندس جمال الصفتي. المهندس جمال هو والتيم اشتغلوا على مشروع تخرج خاص بتحويل المخلفات العضويه لفحم صديق للبيئه. طبعا ده كان مشروع تخرج خاص بطلبة كلية الهندسة بجامعة قناة السويس. هنعرف أكتر طبعا تفاصيل المشروع وإذا في فرصة إن هم يطوروا من المشروع بعد مرحلة التخرج. أهلا وسهلا بيك أهلًا مهندس وسهلًا جمال، ألف بحضرتك، مبروك طبعا التخرج. الله يبارك في حضرتك، عايزين نتكلم عليكم كتيم، لو ممكن يعني تقدم زملائك أكيد بما إن طبعًا، هم مش موجودين معانا، وكمان الفريق اللي أشرف على هذا المشروع. أكيد طبعًا. أولًا مشروعنا هو تحويل المخلفات العضوية بنحوّلها لفحم صديق للبيئة. المشروع كان مشروع تخرُّج لينا، كنت إحنا وزمايلنا، إحنا كُلّنا 6 في المشروع. أنا جمال الصفتي ومعايا زميلي مهندس مينا نادر، ومعانا مهندس إبرام سمير، وعمر عبده، مهندس عمر عبده معانا، وعمر حرِّك، وعبد الرحمن حجازي. إحنا كُلّنا ده الteam اللي كان في المشروع، كان معانا تحت إشراف أستاذ دكتور تامر إسماعيل، وأستاذ دكتور خالد رمزي. تمام. يعني مشاريع التخرُّج عادةً يا إما المُشرف بيقترح عليكم فكرة تشتغلوا عليها، وأنتم بتعملوا research وبتفكّروا ما بين يعني الأفكار وغالبًا بتبقى متعلقة بمشاكل بتبقى موجودة في في الsector أو في القطاع أكيد. اللي أنتم متخصصين فيه، بتقولوا إحنا عايزين نشتغل على المشكلة دي ونلاقي لها حل. الموضوع كان معاكم إزاي؟ الموضوع بدأ إن إحنا من أول level 4 كُنّا إحنا بدأنا نكلّم الدكاترة عن مشاريع التخرُّج ونحضّر ليها، وبدأنا نتطرّق في مجال البيئة شوية، فكان دكتور تامر إسماعيل كان هو متخصص في مجال البيئة. لمّا قعدنا نتكلّم معاه عرض علينا فكرة المشروع، وإحنا قبلنا إن إحنا نشتغل فيها، وبدأنا فيها من آخر سَنة رابعة، ما استنيناش حتى نبدأ level 5 وبدأنا فيها على طول. أنتم اشتغلتوا قبل آخر بالضبط، سَنة. بالضبط أوكي، كده. ده كان وقت طويل يعني إن أنتم وقت تعملوا. طويل جدًا، لإن كان المشروع ما كانش فيه أي حاجة للمشروع، المشروع كان عبارة عن فكرة بس. إحنا بدأنا عملنا التصميم وقعدنا نراجعه كذا مرّة، وبدأنا إحنا نفّذنا الجهاز نفسه الunit بتاعتنا، وبعد كده بدأنا في عملية تجارب لغاية ما خرّجنا النتايج، تمام. فكان رتمه طويل شوية. هل فكرة تحويل أصلًا المخلفات العضوية لفحم صديق للبيئة أصلًا موجودة وأنتم عدّلتوا وطوّرتوا والّا؟ الفكرة ما كانتش موجودة، مش موجودة في الوطن العربي أو مصر، هي مش موجودة غير في اليابان بس، هي موجودة هناك. والدكتور تامر إسماعيل مع الIB هناك معاهم، هو من فريق البحث الموجودين هناك. هي عملية بالضبط محاكاة لتكوّن البترول تحت الأرض، بس بيتم طبعًا تكوين البترول تحت ضغط ودرجة حرارة بياخد ملايين السنين. إحنا قدرنا إن إحنا نخلّي العملية تتم في خلال نُص هي ساعة بس. simulation يعني. بالضبط simulation وقدرنا نوصل لنتايج حقيقية. أوكي. طيب بالضبط. نتكلم على الخطوات. أول حاجة المشروع كان عبارة عن كام خطوة، وإيه هي الخطوات اللي أنتم نفذتوها؟ المشروع تقريبًا 3 خطوات أساسية. أول خطوة كانت التصميم، ده خدنا فيه شوط كبير، وعملنا تقريبًا 3 تصميمات، وفي تصميمات هدّيناها وبدأناها تاني من الأول. بعد كده مرحلة تشغيل، طبعًا ظهرت لنا مشاكل كتير فيه والتشغيل، لإن الجهاز من تصميمنا إحنا وإحنا تشغيلنا، ما فيش أي تعليمات أو أي حاجة إن إحنا نشغّلها. في الآخر مرحلة تجارب وصلنا عينات وبدأنا نحلّلها. الجهاز الcomponents كلها مصرية المكونات؟ الكومباوند كلّها مصرية، كلّها إحنا أوكي. صنّعناها هنا. أي حتى قطعة كان مش موجودة محتاجة استيراد أو حاجة كنا بنقدر نصنّعها هنا. لقيتوا لها بدائل أو حاولتوا لقينا إن لها أنتم بدائل يعني بالضبط ممكن نقول متوفّرة إنه في مصر الجهاز هنا. اللي بيقوم بتحويل المخلفات العضوية لحاجة أو لفحم صديق للبيئة هي الجهاز مصري بالضبط 100%. كده، تمام. الخطوة التانية كانت التشغيل. ده بالضبط، بقى دي الخطوة اللي أنتم بتقيسوا عليها كفاءة الجهاز. بالضبط كده. بدأنا نشتغل في التشغيل، قعدنا حوالي 4 شهور في التشغيل. كل ما بنحل مشكلة بتظهر مشكلة تانية، لإن إحنا عندنا مكونين أساسيين boiler وreactor. فالboiler دايمًا مشاكلها كتيرة شوية، لإن برضه كان سعرها غالي، فإحنا اضطرينا إن إحنا نصنّعها. قدرنا نصنّعها وبدأنا نشغّلها، والحمد لله اتغلبنا على المشاكل اللي فيها لغاية ما قدرت تشتغل بالشكل المطلوب. آخر مرحلة. آخر مرحلة إن إحنا عملنا التجارب. أوكي. قدرنا نخرّج خلاص عينات، وبدأنا نحسّنها، ونحاول نشوف المخلّفات إزاي نضيفها، وإزاي نحسّن النتايج اللي موجودة. وقدرنا إن إحنا نوصل لعينات ممتازة، وحلّلناها وطلّعت لنا النتايج كلّها إيجابية الحمد لله. طيب نتكلم على المخلفات اللي أنتم قمتوا باستخدامها في الexperiments. إيه المخلفات العضوية اللي أنتم قمتوا باستخدامها؟ هو عامةً مصر بتنتج 90.000.000 طن من المخلّفات سنويًا، 65% من المخلّفات دي غير قابل لإعادة التدوير، فبيكون مصيره يا إمّا الحرق أو الدفن. دفن.
بالضبط. والاتنين بيسببوا مشاكل فالاتنين بيئية. مشاكل بيئية واقتصادية، في أراضي بنخسرها أكيد، غير المشاكل البيئية كتير اللي بتحصل نتيجة الحرق. فإحنا قدرنا إن إحنا نوصل لطريقة إن إحنا نحوّل المخلفات دي لوقود ومحتاجينه جدًا في مصانع الأسمنت. مصر عندها مشكلة أو العالم كله في مجال الطاقة، يعني مصانع الأسمنت في مصر، مصر أكبر دولة مصنعة للأسمنت في الشرق الأوسط، وعندها مصانعها شغالة بعجز 45% عشان ما عندهمش وقود كفاية إنهم إمم. يشتغلوا بيه. فإحنا قدرنا إن إحنا نصنع لهم وقود ونسلّمه لهم، بحيث إن إحنا نحل المشكلتين مع بعض، مشكلة المخلفات حوّلناها لوقود وسلعة مصانع الأسمنت عايزاها. يعني المخلفات هي طالعة من الأسمنت؟ لا، لأ، المخلفات عامةً طالعة من بيوت، طالعة من أي أي مخلفات بتطلع يعني زي أي مخلفات الكمامة عضوية، ب بالضبط. يعني زي باقي من الأكل، الزراعة. الزراعة، بالضبط، كل ده بيدخل معانا، وبيدخل معانا برضه البلاستيك، بيزوّد القيمة الحرارية للمنتج بتاعنا. أوكي، فأنتم بتاخدوا كل يعني طَب معلش يعني لأ، اعذرني في مع السؤال، حضرتك. لمّا أنتم بتجمّعوا يعني إحنا دايمًا بنشوف في الwaste حتى إن هُم بيفرّقوا الحاجات اللي هي أكيد. البلاستيك من أنتم في الآخر بتاخدوا المخلفات دي كلّها مع بعضها والّا كمان بيبقى في فصل ليها وأنتم هو بتعملوا بيكون هو بيكون في فصل، إحنا طبعًا التجارب إحنا اللي محضّرين العينات فتمام، وبالنسبة للسوق برّه لأ، هو بيتم الفصل، وبيتم الفصل من مراحل بدري أوي، من يعني وأنتم أول. بتخلطوا المخلفات دي اتفضل. كلّها علشان توصلوا إن يبقى في فحم صديق للبيئة، أنتم بتخلطوا البلاستيك مع العضوي ومع كلّه المين عضوي، وبنحاول نضيف البلاستيك بحيث إن إحنا عشان نعلّي القيمة اللي القيمة هي القيمة الحرارية بتاعته، الحرارية. بالضبط كده. أوكي، بس كلّها safe يعني كلّها آمنة. كل ده آمن، إحنا برضه بتتم العملية عند درجات حرارة عالية بتقتل كل البكتيريا الموجودة. تمام. الexperiments النتيجة دي بقى المهم إن إحنا نعرف النتائج يعني أشارت لإيه. أكيد طبعًا، لأ النتايج الحمد لله طلعت مبشرة جدًا، هم في الطبيعي لمّا يكون عندهم عجز الفحم، يا إما بيستوردوا اهم. الشحنات وبيتطبق عليهم غرامات توصل ل100,000 على الشحنة. إمم. إحنا قدرنا فهُم بيلجأوا دايمًا لبدايل مُضرة، يحرقوا الكاوتشات، يحرقوا الRDF. الRDF ده بيجمّعوا المخلفات كلّها وتتحرق على طول كده، إمم. دي بتطلّع فالبدايل غازات إحنا عارفين وغازات بتكون طبعًا وانبعاثات مُضرة ضارة جدًا للصحة بالبيئة، وللبيئة. بالضبط. فإحنا قدرنا إن إحنا نوفّر لهم حَل بيدّيهم نفس أو أحسن كمان من قيمة الRDF اللي هُم بيستخدموه، وبسعر أقل من سعر الفحم التقليدي، لإن طبعًا المنتج مصري هنا، وبنغنيهم عن مشاكل الدولار والاستيراد والدوشة اللي أو كانوا إنه هُم فيها. يكون في وقفة أو إنه يكون في وقت إن هم أكيد. يعني طيب سؤال، إيه الخطوة اللي بعد كده؟ يعني الموضوع ده بيحل مشاكل كتير أوي، بيئية واقتصادية، أكيد. وبيوفّر يكون في مصدر ممكن نقول مستدام للطاقة. أكيد طيب طبعًا. إيه الخطوات اللي أنتم هتاخدوها أو أخدتوها ما بعد مرحلة التخرُّج؟ إحنا لمّا خلّصنا مشروع التخرُّج بدأنا إن إحنا نتجه في إن إحنا نحوّله startup. قدرنا إن إحنا نشترك في في كذا الجامعة مسابقة عندنا، يعني. بالضبط. إمم. إحنا كان عندنا في جامعة قناة السويس دكتورة أفنان بركات، ساعدتنا كتير إن إحنا نحوّل المشروع لstartup، وقدرنا إن إحنا نشترك في مسابقات كتيرة معاها، كان أبرزها دوري ريادة الأعمال. إحنا أنا عايزة قدرنا. أتوقّف عند المسابقات طبعًا، بس يعني اتفضلي. غير يعني يعني الفكرة ما بعد المسابقات، يعني أنتم بالضبط. هتعملوا يعني أنتم بدأتوا startup إحنا والّا شركة بدأنا ناشئة خاصة بالضبط، بيكم؟ إحنا بدأنا الstartup بتاعنا إن إحنا بنأسّسه حاليًا وضبّطنا حاجات كتيرة فيه وخدنا دي أخبار خطوات فيه. حلوة. أكيد طبعًا. وقدرنا إن إحنا نشارك بالstartup في المسابقات، بحيث أوكي، إن يعني عن إحنا طريق الstartup شاركتوا في بالضبط المسابقة. كده، بحيث إن إحنا ناخد دعم مادي وبرضه دعم technical كتير عشان نقدر نكمّل في الstartup ونوصّله لأعلى مكان. طيب خلّينا نعرّف السادة المشاهدين بالمسابقات اللي أنتم شاركتوا فيها. أنتم أول حاجة حصلتوا على المركز الأول على مستوى إقليم القناة في دوري ريادة الأعمال اللي كان أعتقد أكاديمية البحث العلمي هي بالضبط كده. المنظمة لهذا ممكن نقول المسابقة أو لهذه بالضبط. المسابقة، وكمان حصلتوا على المركز التاني على مستوى محافظة الإسماعيلية
في المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء والذكية، مظبوط؟ بالضبط كده. لو ممكن نتكلم إزاي استفدتوا من خلال هذه المسابقات وفادتكم أنتم إزاي كستارت اب؟ يعني حصلتوا على دعم مادي؟ هل فتح لكم الباب إن أنتم يبقى في مثلا اكسبوجر أكتر، أو أنتم تتعرفوا على أفكار جديدة ممكن تساعدكم؟ أكيد طبعًا، إحنا بالنسبة للمسابقة الوطنية للمشاريع الخضرا والذكية، دي كانت على مستوى محافظة إسماعيلية، ده كان وقت المشروع، قدّمنا كان بالفكرة وهُم اللي شجعونا وقالوا لنا إن إحنا نخلّيه startup. بعد ما خلّصنا المشروع حوّلناه لstartup ودخلنا في دوري ريادة الأعمال. طبعًا استفدنا، كان في workshops كتيرة جدًا موجودة، وبرضه دكتورة أفنان بركات ساعدتنا كتير أوي فيها، ودعمتنا كتير لغاية ما قدرنا إن إحنا نوصل ونحقق المركز الأول على مستوى إقليم القناة. أوكي، إيه الخطوات ما بعد كده؟ أنتم already زي ما يعني فهمت منِّك إن إحنا أنتم بدأتوا الستارت اب. بالضبط كده. أوكي. إحنا حاليًا معانا الunit بنحاول نكبّرها بحيث إن إحنا نزوّد الإنتاج بتاعها ونحاول نفعّل الشِرا. إحنا already عملنا زيارات لكذا مصنع أسمنت واخدين منّهم feedback كويسة، وهُم مستنييننا إن إحنا نقدر نطلّع كمية كبيرة بحيث إن يعني إحنا أنتم هنا اللي نتعاقد معاهم. هتنتجوا الفحم بالضبط. وهتبدأوا توردوه للمصانع، بالضبط كده. مضبوط؟ يعني لو ممكن برضه بشكل سريع نفهم السادة المشاهدين إزاي ده ممكن هيقدم حلول حلول مستدامة لمشكلة الطاقة. يعني أول حاجة هو الموضوع زي ما إحنا قلنا هو مش هيبقى ماديًا بالضبط. مكلف، بالضبط كده. هو وهو مستدام، يعني هو فكرة إنه القمامة لا تنتهي أو المخلفات لا تنتهي. بالضبط، هي طاقة متجددة موجودة معانا، وللأسف مش مستغلة، وهي عاملة عبء على الحكومة وعلى الدولة كلّها إنها تتخلّص منها. بنخسر أراضي كتير إن إحنا بندفن فيها المخلفات، وبرضه الحرق بيسبب تلوث كبير أوي ليهم. فإحنا بنخلّصهم من كل ده، وبالعكس بدل ما هم عايزين يتخلّصوا منها ويرموها، إحنا بنحوّلها لمصدر يجيب لهم دخل وفلوس كتير. ال الماشين أو المَكَن اللي بتحوّل المخلفات مكلفة؟ يعني حتى لو هي كل المكونات محلية الصنع، لكن هل هي مكلفة؟ هي الunit اللي إحنا عملناها ما كانتش مكلفة لينا بدرجة كبيرة. إحنا برضه أخدنا دعم من أكاديمية البحث العلمي لمشروع التخرُّج بتاعنا، ادّونا 75,000 فقدرنا إن إحنا نعمل الunit بتاعتنا، وزوّدنا عليها طبعًا فلوس. طبعًا اختلاف الأسعار اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، إمم. بس الunit الكبيرة بتكون مكلفة. اهم. هو ده اللي إحنا بنشتغل عليه إن دلوقتي، أنتم بنجيب هيبقى زي investor. استثمار، يعني هو حتى هو ممكن يبقى فيه استثمار، إحنا حاليًا استثمار. بنشوف investor في كذا حد قعدنا معاه، وإن شاء الله هنوصل قريب لاتفاق ونكبّر المشروع أكتر من كده. يعني هو الحقيقة إن أنا سعيدة جدًا، يعني إنه إحنا لمّا أسعد يبقى طبعًا. معانا شباب عندهم طموح، وبيفكّروا فعلًا إن هم يحلّوا المشاكل اللي بنواجهها في المجتمع، وكمان لمّا المشروع يبقى 100% منتج مصري. أكيد طبعًا. مشكلة الطاقة هي مشكلة من المشاكل الرئيسية اللي بنواجهها مش بس في مصر، في العالم كلّه. كل الدول دايمًا بتحاول إن هي dedicate أو بتكرّس كل مجهوداتها إزاي أكيد. تلاقي حلول مستدامة من غير ما ترهق الأجيال اللي لسه هتيجي، ودي فكرة الاستدامة. أنت أكيد. بتحافظ على الresources أو على الموارد للأجيال القادمة، والحل اللي أنتم طرحتوه من خلال هذا المشروع يعني يبدو إن هو حل مثالي جدًا، لإنه زي ما أكيد. إحنا قلنا المخلفات دايمًا موجودة أكيد بتسبب طبعًا. مشاكل، فإحنا هنا هنكسب موضوعين، هنحولها لمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، وفي نفس الوقت إن إحنا هنحل مشاكل بيئية كتير أكيد. جدًا. فإحنا بنشكرك شكرًا جزيلًا مهندس جمال أنت وكل الteam، يعني بنتمنى ليكم كل التوفيق في الstart up في الشركة الناشئة اللي أنتم بإذن الله. أسستوها، وبنتمنى إن أنتم تكبروا هذا المشروع بشكل يعني طبعًا بشكل ملحوظ. شكرًا جزيلًا ليك العفو. مشاهدينا، شكرًا جزيلًا لمتابعتكم. استنونا وحلقة جديدة وأفكار ومشاريع جديدة دايمًا مصر المستقبل.